تخيل بقى الصحابة شايفين النبي بيجي يعين علي ويقول أيها الناس إن اللطيف الخبير قد نبأني أنني أوشك أن أدعى فأجيب وإنكم مسؤولون وأنا مسؤول، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت فجزاك الله عنا خيرا. قال اللهم فاشهد. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن جنته حق وناره حق والموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من آبائهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أمهاتهم؟ قالوا بلى. قال الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من ناصره واخذل من خذله. من فضلكم كل المسجد يقف، لو تكرمتوا قفوا جميعا ونقول جميعا مع بعضنا خلينا نفرح علي بن أبي طالب كأننا الآن في غدير خم. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أشكركم، لقد بايعنا عليا كما ينبغي أن يبايع. فجاء عمر يقول له بخ بخ يا ابن أبي طالب، هنيئا لك، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن. ولذلك النبي من باب الحرص جاء قبل أن يموت ب3 أيام يوم الخميس ليقول ائتوني بقرطاس وعداوة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. فإذا بعمر يقول ما باله يهجر، غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. فقال النبي بعد أن وجد النزاع، فريق يريد أن يأتي بالكتاب والإداوة وفريق يقول ما قال عمر غلبه الوجع. هجر رسول الله فقال اخرجوا عني، فما ينبغي عند نبي تنازع. وأوصى ب3 أشياء: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة كل الروان سوها لأنها تخص علي بن أبي طالب. وكان ابن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ويقول الرزية كل الرزية
رزية الخميس ما حال بين رسول الله والكتابة. وموعدنا غدا، موعدنا يوم القيامة التي نسأل الله أن يقربنا إليها لنرى أهل الحق عينا وأهل الباطل عينا. ويوم خم رخى منبرا ينادي باسم العزيز العلي: ألا من كنت مولاه فهذا له نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عقد عهد حيدر لم تحللي، وما كان من فعلنا لفي النار وفي الدرك الأسفل. وإن كان بينكما نسبة فأين